هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 20 من سبتمبر. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نقدم لكم ابتداء نشرة للأخبار، وضمن البرامج الخاصة التي نقدمها بمناسبة الذكرى 18 لليوم الأسود للصحافة الإريترية والمتمثل في 18 من سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي قامت فيه عصابة أسمرة باعتقال الصحفيين في إريتريا. وبهذه المناسبة نقدم لكم الحلقة الخاصة الثالثة، وفيها يجري الزميل أحمد شريف لقاء مع الزميل عبد الوهاب عونة، ذلك حول هذه المناسبة الوطنية الحزينة. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. الإريتريون والإريتريات يسيرون تظاهرة ضخمة في مدينة بولونيا الإيطالية. ترشيح روبرت أوبراين مستشارا للأمن القومي الأمريكي. إنتاج مادة غذائية مخفضة لضغط الدم والسمنة. أخيرا أخصائي قلب يكشف عن الأوضاع الأفضل للنوم. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. هذه إذاعة إرنا. توافد المئات من الإريتريين والإريتريات إلى مدينة بولونيا الإيطالية في 14 من الشهر الجاري، وذلك للتظاهر في الذكرى 40 لتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، تلك المؤسسة الوطنية التي اختطفها تنظيم الجبهة الشعبية وحول نضالات المرأة عبرها إلى واجهة من الدعايات الإعلامية. ودعا المتظاهرون إلى سيادة العدل ودولة القانون في إريتريا، وإلى تنحي الرئيس سياس أفورقي الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد ويحرمها من الأمن والسلام والازدهار. وعبرت النساء المشاركات عن أملهن في أن تقوم المرأة الإريترية بدور أكبر في إحداث التغيير المرتقب في البلاد، كما شاركت من قبل في مسيرة التحرير ودفعت التضحيات الباهظة دفاعا عن وطنها. وشارك في المظاهرة العديد من أعضاء النقابات والأحزاب الإيطالية المناصرة للحق والعدل في إريتريا. وسنوافيكم بالمزيد حول هذه التظاهرة الجماهيرية الكبرى في برامجنا المقبلة. أعلن البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترامب اختار روبرت أوبراين من ضمن 10 مرشحين للعمل كمستشار للأمن القومي الأمريكي بدلا عن السفير السابق جون بولتون. والمستشار الجديد ذو خلفية قانونية، وكان يشغل منصب المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن بوزارة الخارجية الأمريكية. وكان الرئيس دونالد ترامب قد أقال جون بولتون بعد خلافات حادة بينه وبين وزير الخارجية، وكان بولتون من دعاة مهاجمي إيران، كما كان من ضمن مهندسي غزو العراق، ويعتبر المستشار السابق من الصقور في الإدارات الأمريكية. وتواجه المستشار الجديد مهام معقدة مع اتهام الولايات المتحدة لإيران بشن هجمات صاروخية ضد السعودية وتوعدها بالرد عليها. تمكن الباحث الدكتور فاتح عيطش من إنتاج مادة من مشتقات الحليب تعمل على تخفيض ضغط الدم والكوليسترول والسمنة. جاء إنتاج هذه المادة بعد 5 سنوات من البحث العلمي والتجارب المكثفة في جامعة فيكتوريا الأسترالية. ويعتمد الاكتشاف العلمي على بروتين في الحليب يسمى بيتا ديس، له خصائص صحية إيجابية، وتم إضافة مادة البروبيوتيك الهاضمة في الحليب إلى البروتين بغرض تقديم منتج جديد بخصائص إيجابية عالية لصحة البشر. وأجرى الباحث عيطش تجارب على فئران تم تغذيتها بالبروتين الجديد، حيث رصد الباحث تناقص ظاهر في أوزانها، إضافة إلى انخفاض الكوليسترول وضغط الدم الانبساطي والانقباضي. واستمرت التجارب حول 10 أسابيع، وتم نشر نتائجها في مجلة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. كشف فاليري سادوفوي
كبير أطباء القلب في شبه جزيرة القرم أن النوم على أحد الجانبين مضر للعمود الفقري، أما النوم على البطن فيسبب ارتفاع الضغط. ووفقا لما قالته مجلة سبوتنيك ونشرته بوابة أفريقيا، تعتبر وضعية النوم على الظهر مثالية، كما أن النوم جلوسا هي الوضعية الأخطر على الإطلاق. وأضاف العالم أن وضعية النوم جلوسا تؤثر سلبا على القلب، كونها ترفع من الضغط الداخلي في البطن مما يسبب التورم، وهذا يؤدي إلى ضيق الأوردة والتخثر. وأشار أخصائي القلب إلى فائدة النوم نهارا، كاشفا أنه يساعد في تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويمنح الشخص حيوية إضافية. ونصح فاليري سادوفوي بالنوم 8 ساعات يوميا قدر الإمكان لضمان حيوية وصحة الجسم. بهذا الخبر العلمي مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. الإريتريون والإريتريات يسيرون تظاهرة ضخمة في مدينة بولونيا الإيطالية. ترشيح روبرت أوبراين مستشارا للأمن القومي الأمريكي إنتاج مادة غذائية مخفضة لضغط الدم والكوليسترول. أخصائي قلبي يكشف عن الأوضاع الأمثل للنوم. كانت تلكم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا، ومتابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة إرينا الدولية في باريس نلتقيكم في هذه الحلقة من برنامج متابعات. في هذه الحلقة سادتي نواصل ما بدأناه من تغطية ل18 من سبتمبر الذي يمثل بقعة سوداء في تاريخ الصحافة الإريترية، بمعنى في هذا التاريخ أقدم النظام على تكميم الأفواه واعتقال عدد من الزملاء الإعلاميين، وكذلك اعتقال مجموعة من السياسيين وقادة العمل النضالي في الجبهة الشعبية. وبالتالي نحن في إذاعة إرينا سادتي يسرنا أن نسلط الأضواء على الاعتقالات التي قام بها النظام خاصة في الوسط الإعلامي. معنا الإعلامي الأستاذ عبد الوهاب جمع، مدير موقع عونا الإلكتروني والناشط الإعلامي في مدينة ميلبورن. زميل عبد الوهاب عونا، مرحب بك في إذاعة إرينا. هذه إذاعة إرينا. أهلا وسهلا بالأستاذ أحمد شريف، وتحية لكل العاملين في إذاعة إرينا، ومرحبا بكم. ونتمنى نكون يعني نعطي حق هؤلاء الذين اعتقلوا من أجل الحرية وحرية القلم والرأي. نعم جميعا. بارك الله فيك أستاذ أبو وليد. طبعا هذا التاريخ ذاته يعني سنة 2001 طبعا هو الاعتقالات بدأت بالنسبة للإعلاميين، وهي كانت استمرار حقيقة. ما نقدر نقول إنه النظام بدأ الاعتقالات في هذا التاريخ، ولكن النظام في تاريخه وصيرورته هو قائم على فلسفة الاعتقال وفكر الاعتقال وقتل الحرية وتكميم الأفواه. الزميل عونا، أولا ما هو شعورك وأنت كرجل إعلامي ناشط في هذا الموقع وفي غيره أن يغيب عن المشهد عدد كبير من الإعلاميين الإريتريين وتمر الآن الذكرى أو السنة 18 من اعتقالهم؟ فماذا أنت قائل في هذه المناسبة الأليمة أخونا عونا؟ والله أنا أعتقد هذا اليوم يعتبر لنا يعني هو قمع الإعلام الإريتري، وبمعنى أن هذا النظام يعني 2001 كانت حرية الإعلام كانت في إريتريا موجودة، وكانت مجموعة من المجلات والجرائد كانت تظهر، وكان في عديد من النشاط من الإعلاميين والكتاب وأشياء زي دي. فكانت يعني
في هذا اليوم كان يعتبر أن الإعلام كان ذو منفتاح، وأظهر أنه يعني أظهر كفاءة الإعلاميين الإريتريين الموجودين في الداخل كان. فبعد تم اعتقال ال 15 بدأ هذا النظام يعني بحملة يعني لا تصف من كثير من الإعلاميين ذو الكفاءات العالية الذين ساهموا في رفع مستوى الإعلام في هذه الفترة. نعم. وهذه الفترة كانت تباع فيها يعني الجرائد المكتوبة بكميات كبيرة، وكان الشعب دائما يعني يتصفح هذه الكتاب وهؤلاء السياسيين من الكتاب، وكان في نوع من الحرية، يعني ما أقول لك حرية بمعنى الحرية، لكن كان في حرية كاملة يعني. بس هذا النظام بعد اعتقال ال 15 تم بحملة شرسة باعتقالات عشوائية، وكثير من الإعلاميين الذين لعبوا دور كبير في هذه الفترة في يعني تطوير الإعلام أو رفع مستوى الإعلام في إريتريا تم كلهم في هذه الفترة في اعتقالات للآن ما معروفين هل هم حيين أو ميتين. نعم. برأيك أبو وليد، لماذا يقدم نظام دائما كهذا يعني مثل نظام هيجدف، لماذا يتحسس من مسألة الحرية والتعبير عن الرأي وإطلاق الحريات سواء كان للإعلاميين أو غيرهم؟ يعني ليه بيتحسس النظام ده برأيك؟ لأنه بشوفها هذه الحرية بتسبب خطورة له هو، لأنه أي نظام ديكتاتوري أول ما يفكر فيه هو يفكر في الإعلام، لأنه الإعلام هو يعني يفرز يعني يفضح أي سلوك تتبعه الحكومة خطأ أو أي جرائم ترتكبها الحكومة. الإعلام إذا كان حرا كان يكشف يعني الأفعال الحكومة الإريترية. فبذلك انه اهم حاجه انه هو يعني بدا بقمع الاعلام، لانه عشان يكتفي حتى البرنامج بتاع التلفزيون الاريتريا او اريتريا الحديثه الاثنين كان يعني دي الاثنين هم اللي بيتنفس بيهم واللي بيطلق برامجه ويطلق اهدافه بالاضافه للاذاعه طبعا. نعم. ايوه الاذاعه. فبذلك هو ما عايز اذاعه، يعني عايز اعلام هو يتحكم فيه. نعم. ما يكشف عيوبه ولا يكشف، وده من ضمن الطبايع الأنظمة الدكتاتورية دائما بتسعى بقمع الإعلام الإريتري. نعم. أنت تعرف أخ أبو وليد، لولا وجود ذلك الإعلام الحرية يعني مساحة الحرية المعقولة اللي كانت موجودة حتى في تلك الصحف الخاصة، ونذكر منها تسجناي وسيتيت وقص دبنا ومقالح وحاجات كثيرة، يعني تعرف لولا وجود تلك الصحف حتى مجموعة ال 15 بالمناسبة الناس ما كانت حتعرف عنها حاجة. ولذلك هو ربط بروز مجموعة ال 15 اللي هم السياسيين اللي كانوا معاه واختلفوا وطرحوا آرائهم. فلولا وجود تلك الصحافة ما كان الناس عرفت، لأنه في الصحف الرسمية الإذاعة والصحافة والتلفزيون لم يكن خبر لأولئك السياسيين. وبالتالي يعني أنا في تقديري الخطورة كانت أكثر في تلك الصحف على ديمومة واستمرارية النظام أكثر من الآراء اللي كانت تبناها مجموعة ال 15. هل تتفق معنا أبو وليد في هذا الرأي؟ نعم، لأنه أنا أتفق معك في هذا الرأي، لأنه من ضمن المجموعة ال 15 كانت هنالك عناصر من ضمن المجموعة كانت بتكتب وتنقد بكل جراءة وبكل شجاعة في هذه الصحف. نعم. الصحف الخاصة دي لو في ما لقوا الإمكانية في الصحف الحكومية، ما كان في المجلات الخاصة أو الصحف الخاصة كان بيلقوا حريتهم ويكتبوا كلام وينقضوا بكل جراءة، ودي أزعجت النظام. نعم. وبذلك وفي نفس اللحظة تم اعتقال كلهم دول، وفي نفس اللحظة إنه النظام بقى يتخوف ذاته من إذا استمرت هذه الصحف تكتب بهذا الحرية وبهذا هتسبب خطورة له. فبذلك النظام بدأ يصفي هذه الكوادر الإعلامية، وحتى الآن يعني للآن بعض الكوادر قاعد تهرب من إريتريا، بعض الكوادر لأن الإعلاميين خاصة ما لقوا حريتهم. الإعلامي زي ما أنت لو تكتم نفسه كأنك أنت قتلته يعني. نعم. فبذلك النظام بيحاول بما يستطيع أنه يقمع أي إعلامي. وقتل الصحافة هي قتل المجتمع يعني. نعم.
نعم نعم. وهذا هو معناته أنه ما داير الشعب ذاته يعرف ماذا يحدث في بلده. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أستاذ أبو وليد، طبعا لا زلتم معنا أعزائي المستمعين في إذاعة إرينا، وهذه الحلقة من برنامج متابعات، وفيها نتحدث عن الزملاء المعتقلين في سجون نظام أسمرة. وتمر اليوم هذه الأيام الذكرى 18 للاعتقال. يعني تخيل في بلد يعني للتو طلع من الاستعمار وهو الناس بتحتفل 18 سنة من الاعتقال لهؤلاء الصحفيين، وهنالك من هو معتقل من أول يوم دخلت فيه المجموعة أسمرة حتى اليوم، من العلماء والمشايخ والقساوسة وكذلك رجال الأعمال، منهم من قضى نحبه. تعرف يا أخ أبو وليد، يعني من الأشياء اللي كانت تطرح في الصحف، تلك الصحف الخاصة، ومن هنا أحس النظام بخطورة تلك الصحافة. يعني أنا أذكر أنه في يوم من الأيام يعني عناوين بارزة كانت تقول من هو إسياس، من إسياس أفوركي يعني، وبدأوا يتحدثوا عن خلفيته وعلاقته بإثيوبيا وشيء من هذا القبيل يعني في تلك الأيام. يعني تخيل، ولذلك هو أحس بأنه لو استمرت، وهي استمرت أقل من سنة يعني تلك الصحف الخاصة، لو استمرت عام ونصف أو عامين، أنا بتقديري كان حتحدث ما تحدث من وعي في الشعب. ولذلك نعم، تفضل أبو وليد. كانت تخلق ذات نفرة إعلامية كبيرة يعني في داخل المجتمع الإريتري. اليوم إريتريا المفروض يكون أقل حاجة يكون في أكثر من 3 تلفزيون أو 3 قنوات أو 3 تلفزيون، يعني قنوات فضائية. اليوم إريتريا تمتلك قناة واحدة. يعني إذا مسكنا دولتين جيبوتي أو الصومال تمتلك أكثر من 7 أو 8 قنوات. حتى على المستوى الإذاعي ما قادرين يزيدوا. نعم. exactly. فنحن وبحيث إنه لدينا كوادر موجودة حتى في السوشيال ميديا. يعني بنشوف بعض الشباب يعني إمكانيات ومقدرة كبيرة عندنا من الإعلاميين، ولكن هذا النظام لا يحتاج لهؤلاء الكوادر، يحتاج إلى كوادر معينة تسمع كلامه أو يمشيها زي ما عايز وتنفذ شروطه وأهدافه. نعم. طيب أبو وليد، بهذه المناسبة الأليمة طبعا، تفتكر أنه الإعلام الخارجي الموجود خارج إريتريا من الإعلام الإريتري الشغال في تعرية النظام، تفتكر أنه بلور وعكس أزمة الإعلاميين المعتقلين في إريتريا؟ والله حقيقة نبدأ نحن بنفسنا. يمكن شعار الوحيد المرفوع في داخل موقعنا أكثر من 20 عاما تقريبا هو حرية المعتقلين السياسيين والإسلاميين في إريتريا. ولكن حتى نحن كإعلاميين المفروض نلعب دور أكبر من ذلك. حتى ذاته نحن كإعلاميين يجب أن نرفع هذه القضية. يعني إذا كانوا الإعلاميين الموجودين في الخارج تماسكوا ونقدر نرفع هذه القضية للاتحادات العالمية، مثلا الاتحاد العام للصحفيين الدوليين مثلا. فأي إنسان معيش في دولة، مثلا نحن مقيمين في أستراليا، المفروض نحن نكتب أسماء المعتقلين في السجون ونرفعها للحكومة أو لأصدقائنا في مجال الإعلام الموجودين في أستراليا. فإذا اضطرينا كلنا نعمل بهذا المستوى نقدر نفضح هذا النظام الدكتاتوري ونطالب بحرية الإعلام وندافع عن حقوق المعتقلين ذاته. حتى ذاته نحن يعني ربما يعني مقصرين شديد فيها. ليه في تقديرك الأسباب شو؟ والله الأسباب يعني ما في يمكن ربما التفرق الموجودين في الدول. لكن اليوم ما هذا برضو ليس عذر. يعني في أشياء كثيرة ممكن تجمعنا كلنا كإعلاميين كفنيين خاصة والإعلاميين. المفروض نحن نعمل اتحاد يكون قوي عشان نقدر نواجه به في المنظمات العالمية هذا النظام الدكتاتوري. فبذلك لدينا نحن كوادر إمكانيات قوية أكثر موجودة في الخارج. يعني نازل لو توحدنا وتماسكنا، يعني حتى الفنيين في مجال الإعلام مثلا أو الإعلاميين الكتاب وغيرهم، لو وجهنا كل أقلامنا ضد هذا النظام وفضحه في الخارج يكون ذاته ده انتصار لأخواننا الموجودين في المعتقلات. نعم نعم. طيب كلمة بهذه المناسبة الأليمة طبعا نقول يعني غياب مجموعة من زملائنا الصحفيين
عشنا معهم، تحدثنا وكتبنا وحلمنا وكنا كغيرنا من الناس يعني. وأنتم كإعلاميين كمان كنتوا في الخارج ساعتها أبو وليد، الإحساس كان واحد وكان مشترك. ماذا أنت قائل بالنسبة لأسر هؤلاء الإعلاميين المغيبين في سجون نظام أسمرة؟ بالنسبة للأسر تقول لهم شنو في هذه المناسبة غير سعيدة؟ والله يعني أول حاجة يعني أتمنى من هؤلاء الأسر أن ربنا يصبرهم، وربنا يعني يفرج أسرانا، وربنا إن شاء الله يعني إن كانوا حيين ربنا يعطيهم يعني يصبر أهلهم ويشوفوا أهلهم ويجمعهم بأحبابهم، وإن ماتوا شهداء أتمنى لهم الرحمة والمغفرة من ربنا سبحانه وتعالى. ولكن وعد مننا نحن كفنيين في الإعلام أو في مجال الفني في الإعلام، نحن سنحاول بما نستطيع، سنحارب هذا النظام في كل مكان بما نستطيع بحسب إمكانياتنا ومقدرتنا. لن نتخلى عن الطريق الذين صالوا به أخواننا، ونحن وراءهم، وإن شاء الله سنحارب هذا النظام حتى يسقط هذا النظام الدكتاتوري وتعم الحرية في إريتريا عامة. نعم. في ذات الوقت أبو وليد في ناس لسه من الإعلاميين بالذات في الخارج، في ناس لسه ما فاهمين الأزمة، وفي ناس لسه بيطبلوا ويكتبوا كذا بتاع. بالله تقول شنو بالنسبة لدينا أبو وليد اللي ليه هسه ما قادرين يعني، والنظام كشف كل أوراقه يعني؟ فماذا أنت قائل بالنسبة للإعلاميين اللي لسه هم مع النظام هم في الخارج يعني؟ والله الإعلام أمانة، هو إذا ما إنسان ما احترم هذه الأمانة فما أظن هو يقدر يعني تتوقع منه شيء. الإعلام أمانة والرسالة خالدة هي، إذا إنسان ما احترمها وما حافظ عليها كأنه يعني كأنه مع النظام أساسا، هو أساسا لا، لأنه لما احترم المهنة هي تطالب بالحرية والحرية الصحافة وحرية الرأي. إذا ما احترمها كده معناته أنا يعني أظن إنه هو يجب يراجع نفسه يعني. نعم أبو وليد. طيب إذا ما راجع نفسه، نعم تفضل. إذا ما راجع نفسه تبقى مشكلة يعني، مشكلة هو يعني منها. فديل زملانه يعني زميلك في الإعلام يعني، أنت إذا ما وقفت معاه في الحر وهو لو ما وقف معك في الحر إيش معناته الإعلام؟ الناس يعني لازم أن الإنسان الإعلامي يعني من مهنة الإعلام إنه الإنسان يدافع عن الحق وكلمة الرأي الحق. فنقول يعني زي ما بقول القصيدة لازم يتذكر هذه القصيدة التي قالت: هذا أبي جريح وتلك أمي في العرى وأختي لاجأة تواجه كل العناء. نعم. فأتمنى يعني من والحرية نعم للفنان إدريس. نعم جميل. أبو وليد طبعا في ختام هذا اللقاء نحن قدامنا دقيقتين 3، لكن بنحييك برضو لصمود موقعنا الإعلامي الإلكتروني. يعني بتمر يمكن الذكرى 18 اليوم على تأسيس هذا الموقع، وإن كان البدايات كانت في 98 زي ما قلت و2001، لكن أنتم دشنتوا هذا الموقع. ذكرياتك عن البدايات كيف أبو وليد، والتحديات اللي واجهتكم في الموقع في بدايات العمل بمناسبة الوقوف اليوم مع الإعلاميين المعتقلين؟ والله نحن بدأنا العمل بحيث أنه ندافع عن حقوق اللاجئين الإريتريين والمعتقلين في إريتريا وغيره، وبدأنا بحيث أنه نحن يعني لازم نعرض هذا النظام الدكتاتوري. وأول ما عانينا منه أنه بدينا نحارب هذا النظام في احتفالاته التي كان يقوم بها حفلات التجول. يعني دائما كنا نحن نغطي تغطية كاملة. أول موقع إريتري كان في مدينة ملبورن، هو الذي كان يحارب هذا النظام الدكتاتوري. نعم. وبذلك نحن في عونة نعتبر نجحنا بحيث أنه نكسر حاجز الخوف في أوساط المجتمع الإريتري في الهجرة. وبذلك أن الموقع لما بدأت ملبورن تتحدث حتى النظام بدأ يتخوف من هذه المدينة. كثير من المناديب اللي كانوا المسؤولين اللي كانوا بيجوا كانوا يعانوا من موقعنا، بحيث أن موقعنا كان هو الذي يعرض هذا النظام الدكتاتوري. وأول المواقع اللي وقفت أمام هذا النظام الدكتاتوري هي في مدينة ملبورن، هي كانت موقعنا. جميل. نعم. فهذه هي في حد ذاتها نحن نعتبرها إنجاز لنا نحن. والنظام كان دائما
يعني أي كادر كان يرسله هنا في المدينة كان يعرف موقعنا معناته شنو. يعني بكرة بعد بكرة مرات تطلع بكرة الصبح يقول المظاهرات موجودة عبر موقعنا في كل أنحاء العالم مفترض. وهذا كنا نحن بنعتبره مجهود واجب لنا نحن كإعلاميين أن نعري هذا النظام. فإنجازات موقعنا كثيرة هي في العمل الإنساني وفي مجال الإعلام، وعن كشف أي معتقل في إريتريا كنا نحن نفضح هذا النظام، وكنا دائما نطالب بالحرية وحرية المعتقلين السياسيين أو كانوا الإعلاميين أو كانوا. فنتمنى من كل الإعلاميين في الخارج أن يوحدوا صفوفهم لنواجه هذا النظام الدكتاتوري، وإن هذا النظام قد يعني تلاشى حقيقة، ولكن مع تماسكنا نقدر نعري هذا النظام بأكثر حتى يسقط هذا النظام الدكتاتوري في إريتريا. نعم، في الختام سادتي نقول الحرية الكاملة لكل المعتقلين السياسيين، وكذلك لزملائنا الإعلاميين في ذكرى اعتقالهم 18. نحييك باسمهم وباسم كل الأحرار والمناضلين الزميل العزيز الإعلامي عبد الوهاب جمع، مدير موقعنا الإلكتروني والناشط الإعلامي في مدينة ميلبورن. وطبعا عبرك نحيي كل الزملاء الصامدين في سجون نظام أسمرة القمعي الدكتاتوري. مجددا نحيي أسر زملائنا الإعلاميين ونحيي صمودهم في نفس الوقت، ونحيي الزملاء وإن غدا لناظره قريب. في الختام أعزائي المستمعين، تقبلوا تحيات محدثكم أحمد شريف مقرونة بتحايا الزملاء فتحي عثمان وبنيام سيمون. شكرا زميل عونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وقبل الختام مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أقدم لكم تذكير بأبرز ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. الإريتريون والإريتريات يسيرون تظاهرة ضخمة في مدينة بولونيا الإيطالية. توافد المئات من الإريتريين والإريتريات إلى مدينة بولونيا الإيطالية في 14 من الشهر الجاري، وذلك للتظاهر في الذكرى 40 لتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، تلك المؤسسة التي اختطفها تنظيم الجبهة الشعبية وحول نضالات المرأة عبرها إلى واجهة من الدعايات الإعلامية. ترشيح روبرت أوبراين مستشارا للأمن القومي الأمريكي. أعلن البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترامب اختار روبرت أوبراين من ضمن 10 مرشحين للعمل كمستشار للأمن القومي بدلا عن السفير السابق جون بولتون. والمستشار الجديد ذو خلفية قانونية، وكان يشغل منصب المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن بوزارة الخارجية الأمريكية. إنتاج مادة غذائية مخفضة لضغط الدم والكوليسترول. تمكن الباحث الدكتور فاتح عطش من إنتاج مادة من مشتقات الحليب تعمل على تخفيض ضغط الدم والكوليسترول والسمنة. جاء إنتاج هذه المادة بعد 5 سنوات من البحث العلمي والتجارب المكثفة في جامعة فيكتوريا الأسترالية. أخصائي قلب يكشف عن الأوضاع الأمثل للنوم. كشف فاليري سادوفوي كبير أطباء القلب في جزيرة القرم أن النوم على أحد الجانبين مضر للعمود الفقري، أما النوم على البطن فيسبب ارتفاع الضغط. ووفقا لما قالته مجلة سبوتنيك العلمية، تعتبر وضعية النوم على الظهر مثالية. وأضاف أن وضعية النوم جلوسا تؤثر سلبا على القلب، كونها ترفع الضغط الداخلي في البطن مما يسبب التورم، وهذا يؤدي إلى ضيق الأوردة وتخثر الدم. وأشار أخصائي القلب إلى فائدة النوم نهارا، كاشفا عن أنه يساعد في تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويمنح الشخص حيوية إضافية. ونصح الدكتور فاليري بالنوم 8 ساعات يوميا قدر الإمكان لضمان حيوية وصحة الجسم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا موجز لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وختاما، لا يفوتني أن أذكركم بأنكم يمكنكم دوما الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabic@gmail.com، وحتى الملتقى بكم في برامج إذاعة إرينا. لكم من زميلي أحمد الشريف، ومني محدثكم فتحي عثمان، ومن زملائي في الإذاعة في باريس أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.